بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاركم زي الفل إن شاء الله. أنا هعرض معاكم بعض العبايات دي حلوة قوي، شكلها في الاستقبال رائع. شايفين خامتها طرية جدا جدا جدا، فيها حزام من الجنب كده بيوسعها ويضيقها. بالنسبة للسعر، سعرها 350 جنيه. طبعا لو انت واخده اكتر من عبايه تقدري تنزلي معاهم في الاسعار على حسب يعني ايه شطارتك وكده. بس هي طبعا الاسعار، لان احنا في عز الصيف، فالاسعار الى حد ما، وطبعا مع غلو الاسعار فالاسعار عليت شويه عن قبل كده. دي سعرها 350. اما دي بقى عبايه ستان، طبعا دي طالعه موضه بقالها فتره بس بتتكرر تاني، وفي منها الابيض والاسود. العبايه دي مثلا السودة دي سعرها 300 جنيه، في حاجات ب 280 جنيه. انا بكلمك عن الخواجه، محل الخواجه اللي انا عرضت الكتير، ناس كتير عارضه في الشارع، بس انا تحديدا جبت من محل اسمه الخواجه. طبعا خاماتهم معروفه واحنا بنشتري منهم بقالنا سنين وسنين. الخامه لا توبر ولا تكش ولا تبهت ولا اي حاجه. العبايه على وضعها لحد يعني لا ما شاء الله. عندهم تشكيلة حلوة قوي من العبايات، تناسب أي مناسبات بقى. حد طالع عمرة، حد عايز يهدي بيها حد، عروسة، استقبال، خروج. ده بقى الفستان التركي اللي طالع موضة السنة دي. خامته زي الفسكوس كده اللي هو القطن. فستان نازل على كلوش واسع، شكله حلو قوي، تقدري تخرجي بيه، ولو انت في مصيف برضو تستقبلي بيه حد. طري جدا في جو الحر ده. طبعا الفستان سعره 350 جنيه. الفستان ده عايزة أسعار أهدى من كده، في محل برضو أنا اتعاملت معاه هناك وخامته معقولة وناس ذوق جدا. محل اسمه آل سعود. هم عندهم مكتب ومصنع لتصنيع العبايات. المحل ده تسألي عليه، تدخلي من مول مصباح كده تعدي للشارع اللي ورا، اسمه مكتب ومصنع آل سعود. عندهم العبايات من 200 وانتي طالعة 200، 220، 250 زي ما انتي عايزة. الفستان التركي طبعا في منه ألوان كتير وأشكال كتير، اللي حابب الفاتح والغامق. نيجي بقى، احنا اتكلمنا عن السعر عشان الناس زعلت قوي في حتة السعر. متفاوت الاسعار زي ما قلت لك من 280 و 350. فين؟ في الخواجه. في اسعار تانية اقل واعلى في اماكن تانية. طيب بالنسبه للمكان، فين المكان؟ اطلعي الدائري الهرم، تنزلي نزلة صفت اللبن. سلم صفت ده لو هتركبوا مواصلات من على الدائري. اما لو معاكي عربية هتنزلي نزلة صفت اللي معاه عربية. بعد كده مجرد ما تنزلي السلم هتلاقي عربيات رايحة كرداسة. كرداسة هتقولوا له نزلني الشارع السياحي. هتنزلي على ناصية الشارع السياحي وهتدخلي هناك، هما شارعين موازيين لبعض جنب بعض. تسألي على المحلات بقى اللي انت عايزاه وتتفرجي وتشوفي. ودمتم